اهلا بكم مشاهدينا الكرام، وفقراتنا مستمره معاكم على الهواء مباشره من بيت العيله، وهنتكلم النهارده معاكم عن العلاقات المصريه التركيه، خاصه بعد التغيرات السريعه والرهيبه اللي طرأت على العلاقات المصريه التركيه، واللي انتهت بطرد او اختار السفير التركي بالقاهره بانه اصبح شخص غير مرغوب فيه، وتقليص التمثيل الدبلوماسي لتركيا داخل جمهورية مصر العربية، وأيضا سحب السفير المصري من تركيا. مجموعة من التصريحات المتوالية والمتتالية لمجموعة من المسؤولين بتركيا، وأولهم رجب طيب أردوغان، كانت المسؤولة أو السبب الرئيسي لتدهور هذه العلاقات وتصريحات في غير محلها. خلونا النهارده نتكلم عن شكل العلاقه المصريه التركيه في الوقت الحالي ومستقبلها كمان في الوقت اللي جاي مع ضيفنا اللي مشرفنا داخل الاستوديو. بيسعدنا يكون معانا ومعاكم على الهواء مباشره الاستاذ اسامه عجاج، مدير تحرير جريده الاخبار. اهلا بيك معانا يا فندم. اهلا بحضرتك. منور. ربنا يخليك. في البدايه خلينا نتكلم عن التوتر الحالي بين البلدين. هل حضرتك شايف ان ده كان نهايه طبيعيه لمجموعه من الاحداث المتتاليه؟ لا طبعا، يعني هي نهاية غير مرضية، ونهاية يعني قد تكون مفاجئة للكثيرين، بمعنى انه دعينا نتفق على شيء مهم، على انه العلاقات المصرية التركية علاقات لها طابع تاريخي ولم ترتبط بنظام. يعني طوال الفترة القرن الماضي كله لم تشهد توتر الا في مرحلتين، مرحلة الخمسينات والمرحلة الأخيرة. ولكن كان هناك رغبة من كل الأنظمة المصرية مع اختلاف حتى النظم، سواء ملكية أو جمهورية، سواء في عهد الرئيس عبد الناصر أو الرئيس أنور السادات أو حتى حسني مبارك أو المجلس العسكري. كل هذه الفترات كانت هناك رغبة من الأنظمة المصرية في أن يكون هناك علاقات وثيقة مع تركيا بغض النظر عن النظام السياسي الموجود في تركيا، لأنه في نهاية الأمر النظام السياسي هو تعبير عن رغبة الشعوب عن اختياراتها. فكان هناك على المستوى السياسي رغبة من قيادة البلدين في هذا لكنها ما كانتش بالشكل الطاغي أو بالصورة الفجة اللي حدثت في نظام الإخوان. صحيح، بس هقول لحضرتك يعني ايه، وهناك كثير من الادله. يعني لك ان تتصوري انه العصر الذهبي للعلاقات المصريه التركيه في الاونه الاخيره بدا من منتصف من 2000 مثلا و5 مع وجود الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك في الحكم، وكانت هناك زيارات متبادله ما بين القاده الاتراك بغض النظر عن من الحزب الحاكم. والقاهره حسني مبارك زار تركيا أكثر من مرة، ومسؤولين أتراك زاروا القاهرة في نفس الوقت. تطورت العلاقات إلى الأفضل في عهد المجلس العسكري. المجلس العسكري شهد مثلا عبد الله جول زار القاهرة، رجب طيب أردوغان زار القاهرة مرة أخرى وخطب، وهو القائد الثاني الذي خاطب الشعب المصري من على منبر جامعة القاهرة. كان الأول الأوباما، والقيادة الثانية التي خاطبت الشعب المصري من على المنبر جامعة القاهرة كان رجب طيب أردوغان. وكلنا ما زلنا نتذكر الكلمة الشهيرة انه انهى خطابه بالهتاف المصري الشهير: ارفع راسك فوق انت مصري. وقوبل في عهد المجلس العسكري بحفاوة بالغة، لدرجة انه هذه الزيارة تسببت، وهنا المفارقة، تسببت في أزمة ما بينه وما بين التيار الإسلامي السياسي، نظرا لأنه قال تصريح واضح وصريح لا مواربة فيه بدون أي لبس: أنا رئيس لدولة علمانية، وأتمنى أن يكون، والعلمانية ليست عكسها، وليست العلمانية لا تعني دولة دينية، مما أغضب كثير من أنصار التيار السياسي الذين كانوا يتمنون أن يحصلوا على دعم من وجود شخصية مثل أردوغان على رأس حزب ينتمي أردنا أو لم نرد إلى تيار الإسلام السياسي في تركيا. ولكن خذلهم في هذه المرة، وقوبل بحفاوة بالغة من التيارات الليبرالية في مصر في ذلك الوقت. ولكن الغريب يا فندم في هذا الصدد بالذات، أن يعني العلاقات المصرية التركية بداية تأصيل جذورها في الفترة دي كانت بعد ثورة 25. صحيح. ويعني احنا عندنا مجموعة من المعلومات بتقول ان من عام 2005
في ظل نظام مبارك وقع البلدين اتفاقية التجارة الحرة بينهم، وتشارك أيضا في كونهما عضوين كاملي العضوية في الاتحاد من أجل المتوسط. وطبق البلدان اتفاق الغاز بينهما بتكلفة 4 مليارات دولار في عام 2008. وأيضا وقعوا البلدين مصر وتركيا وقعوا اتفاقية تحسين العلاقات العسكرية بينهما. ده كان كله في عصر مبارك. صحيح. ومع ذلك لما قامت ثورة 25 يناير لم تصف تركيا الثورة بأنها انقلابا عسكريا على مبارك. الثورة صحيح في 25 يناير لم يكن هذا، ولكن كان هناك انحيازا تركيا لخيارات الشعب المصري في 25 يناير. الفرق بين 25 يناير و30 يونيو بالنسبة لك؟ أنا بس عايز أنا من الذين يعني من الذين يتسمون إلى حد ما بالواقعية في نظرة إلى الأشياء. يعني لأنه مثلا أحد الأسباب التي تدعو البعض إلى تحليل أسباب التوتر العلاقات المصرية التركية هي اتهام تركيا بالتدخل في الشأن الداخلي المصري في الآونة ما بعد 30 يونيو. بالظبط. فكرة التدخل في الشؤون الداخلية لها بعدين. البعد أولا فكرة التدخل دي فكرة موجودة حتى في القانون الدولي دلوقتي، ولكن هناك نوعين من أنواع التدخل السياسي، بمعنى أن يكون لك رأيا أن نحن كدولة، لا نحن كدولة لنا رأي في القضية الفلسطينية على سبيل المثال. الوضع في الصورة رأي بحاول أبديه وأحاول أعبر عنه وأحاول أدافع عنه، هذا هو مقبول. ووصل التدخل العسكري في بعض الأحيان إلى التدخل العسكري، يعني مثل ما حدث في العراق على سبيل المثال كان هناك تدخل عسكري في تغيير نظام، مثل ما حدث في ليبيا كان هناك تدخل من حلف الناتو لتغيير نظام القذافي مرة تانية، كان هناك تدخل لأسباب إنسانية في البوسنة والهرسك، تدخل دولي من حلف الناتو أيضا، كان هناك تدخل فرنسي مؤخرا في مالي على سبيل المثال في الأشهر الماضية. إذن فكرة التدخل ليست مرفوضة في المطلق إلا إذا وصلت إلى حد التآمر. وفكرة التآمر هنا يكون هناك موقف، ولذلك حتى عندما بدأت مصر في التعبير عن امتعاضها من الموقف التركي ما بعد 30 يونيو، ماذا حدث؟ حدث نوع من أنواع سحب السفير المصري والسفير التركي للتشاور. بدأت مصر سحبت سفيرها، كان هناك إعلان بأن هناك ثمة أزمة حقيقية في العلاقات. تم مثلا وكان في قبلها تنديد بالتصريحات، تنديدات رسمية أوصلتها الخارجية المصرية صحيح. أنا ده قمة الجبل الذي أظهر بالفعل أن هناك أزمة حقيقية بغض النظر عن وجود التصريحات التي بدأت منذ اليوم الأول ما بعد 30 يونيو من قبل القادة الأتراك. اللي كانت هناك مثلا على سبيل المثال تدريبات عسكرية تم إيقافها، تدريبات عسكرية بحرية بين البلدين كان ستتم في أكتوبر الماضي وتم إيقافها بالفعل. كانت هناك مجموعة من الخطوات. الخطوة الأخيرة باعتبار السفير التركي شخص غير مرغوب فيه، هو في العرف الدبلوماسي مسألة طبيعية، مسألة مقبولة وتمثل نوع من أنواع الاحتجاج العلني من دولة على سياسات دولة أخرى، وأنها تعدت الخطوط المسموح بها في مسألة الإعراب عن وجهة نظر ما تجاه وضع سياسي معين. على سبيل المثال نحن مثلا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوروبي له وجهة نظر في ما يحدث في مصر الآن. الولايات المتحدة هناك انقسام بين المؤسسات الحاكمة في الولايات المتحدة فيما يخص مصر. هناك الخارجية الأمريكية، هناك وزارة الدفاع الأمريكية، وهما حريصتان أكثر براغماتية في نظر الأوضاع في مصر طبعا. وحريصة على أن يكون هناك قنوات اتصال بينها وبين القيادة المصرية ما بعد 30/6. وهناك اتصالات بين وزير الدفاع الأمريكي جون كيري جاء مصر أكثر من مرة. على نفس المستوى هناك من يرفض ما حدث في مصر بعد 30/6 على سبيل المثال البيت الأبيض والكونجرس. إذا فكرة وجود وجهة نظر لدى دولة ما تجاه ما يحدث في دولة أخرى هذا أمر مقبول، هذا أمر وارد، ولكن المثير للجدل والمثير للاهتمام لمعرفة ما وراء هذه الأسباب هو ماذا يختلف أو لماذا تم الترحيب بالمجلس العسكري في الفترة التالية أو المباشرة بعد رحيل مبارك
والتالية لثورة 25 يناير وعدم الترحيب بما فعله الفريق عبد الفتاح السيسي بعد 30 يونيو. أنا في إجابتي سأكون مفسر وليس مدافع. أنا سأفسر الموقف التركي ولا أدافع عنه. تفسير الموقف التركي يتعلق بمجموعة من الأسباب. السبب الأول يتعلق بالشأن الداخلي التركي. هناك رغبة، هناك استعداد لانتخابات بلدية سيخوضها الحزب الحاكم، ويتمنى رجب طيب أردوغان وعبد الله جول أن يفوز الحزب الحاكم في هذه الانتخابات، لأنها تمهيد للانتخابات البرلمانية والرئاسية، ومن الطبع أنه أي حزب يسعى للاستمرار في الحكم. طبعا. السبب الثاني يتعلق بفكرة حساسية الأتراك ضد الانقلابات العسكرية. تركيا تتصور يعني كل الانقلابات العسكرية اللي حصلت عندهم حساسية ضد الانقلابات العسكرية. النظام يعني التركية، ما هو آخر انقلاب عسكري كان في تركيا كان سنة 1997. يعني بعد 1997 ده كان آخر انقلاب عسكري. كانت يعني منذ أتاتورك حتى الآن، منذ العشرينات القرن الماضي حتى الآن، حصلت 4 انقلابات عسكرية أثرت على مسار الديمقراطية في تركيا. هناك حساسية لدى الشعب التركي والقيادة التركية من مسألة الانقلابات العسكرية، توصيفهم لما حدث في مصر أنه انقلاب عسكري وهم مسؤولون عن هذا التوصيف. أيوة، هذا التوصيف هل لأن الطبقة أو الفئة الحاكمة من المنتمين للتنظيم الإخواني فقط، ولا لحساسيتهم من الانقلابات العسكرية فقط؟ يعني لن أجادل في أن هناك كان هناك تعاون وثيق ورؤية للحكام تركيا رجب طيب أردوغان وعبد الله جول على التعويل على وجود نظام مشابه في مصر، على وجود أن يتولى الحكم من ينتمي الى التيار الاسلامي السياسي والاخوان المسلمين. ما الفائده التي على تركيا؟ لانه في نهايه الامر هو قدم نفسه في فتره من الفترات على انه الدوله القائد والدوله النموذج. الدوله النموذج بمعنى ان هناك حزب اسلامي في تركيا يقود العمليه السياسيه هناك، واستطاع بالفعل، اردنا ام لم نرد، يعني تحقيق انجازات على المستوى الاقتصادي جعلت من طبقات مهمه مثل رجال الاعمال وقطاعات من الشعب التركي تدافع عن وجود هذا الحزب، لانه استطاع أردوغان الوصول بالاقتصاد التركي إلى رقم 16 على مستوى العالم على سبيل المثال. رفع من دخل الفرد التركي من $1000 سنويا إلى $16,000. يعني هناك إنجازات ما كان يقدم نفسه على أنه النموذج، الدولة النموذج للمنطقة العربية، وساعده في ذلك الغرب، نظرا لأنه الغرب استشاط غضبا من التيارات الجهادية مثل تنظيم القاعدة، ومثل هذا خطر على الغرب. طرحت تركيا فكرة الإسلام الوسطي، يعني أو الحزب الوسطي الذي يمارس العمل السياسي، وأصبحت نموذج في هذا المجال، وأقنعت الولايات المتحدة لدرجة أنه المعلومات بتتحدث على أنه من 2009 كانت تركيا هي الوسيط ما بين جماعة الإخوان المسلمين والمسؤولين الأمريكان. وصل إلى درجة أن الإخوان المسلمين في ذلك التوقيت تقدموا بتعهدات واضحة للأمريكان بأنه سيكون هناك احترام للاتفاقات مع إسرائيل، ولن يكون هناك أي توتر في العلاقات مع إسرائيل مع استمرار السياسات. وده قدموا الإخوان المسلمين في مصر لأمريكا أيضا. ده صحيح، ما أنا بقول لحضرتك هم اللي كانوا جسر التواصل ما بين الأمريكان وبين جماعة الإخوان المسلمين من 2009. يعني إذن هناك تماثل، على سبيل المثال هناك تماثل بين تيار الإخوان المسلمين وبين النظام التركي. يعني تركيا استضافت في العام الماضي مؤتمرا دوليا حول أفكار حسن البنا. عندما جاء رجب طيب أردوغان إلى القاهرة حرص على أن يجتمع بقيادات من جماعة الإخوان المسلمين، وليس من حزب الحرية والعدالة، وليس من الرئاسة. اجتمع معهم في القاهرة كما اجتمع مع نشطاء سياسيين. مؤشر من المؤشرات المهمة انه السفير التركي، لو تتذكري حضرتك، كان هو الذي يجلس مع أسرة الدكتور محمد مرسي في الاحتفالات التي تمت بتنصيبه في جامعة القاهرة. سفير التركي يعني. بس هل هذه المؤشرات تؤدي إلى مهاجمة رجب طيب أردوغان لشيخ الأزهر بذاته وبشخصه، لدرجة ان هو يقول ان التاريخ سيلعن الرجال امثاله كما لعن التاريخ اشباها في تركيا من قبل؟ لا طبعا، شيء مرفوض لسبب صغير، لانه يعني عندما يتحدث عن شيخ الازهر فهو لا يتحدث عن شخص ولكن عن مكانه. دعينا نشير الى انه الاتراك ورثة العثمانيين هم اكثر من يدرك قيمة الازهر وقيمة شيخ الأزهر، فكان الهجوم على شيخ الأزهر لم يكن موفقا على الإطلاق. هل هو تكسير لرمز من رموز
الإسلام في مصر أو رمز من رموز القامات الدينية العريقة في مصر إرضاء للإخوان المسلمين؟ لا، يعني بعيدا عن المبالغات، الهامات الكبيرة لا تكسرها ولا تؤثر فيها تصريح أيا كان مصدره. رجب طيب ولكن نفس توجه الإخوان المسلمين في مصر. صحيح، يعني هناك نوع من أنواع أجواء من عدم الثقة كانت بين الإخوان المسلمين وبين مؤسسة الأزهر وما بين شيخ الأزهر نفسه. شهادات ولي العام الماضي لا أحد ينكرها، ولكن ما زلت عند رأيي أن هذه التصريحات التي مست شيخ الأزهر لم تكن موفقة على الإطلاق، وتركت صدى غير طيب وسيء لدى كثير من قطاعات الشعب المصري التي ما زالت ترى في شيخ الأزهر وفي مؤسسة الأزهر قيمة وقامة ومنارة للعلم الإسلامي الوسطي في المنطقة العربية والمنطقة الإسلامية. ولكن هل من الطبيعي أن شخص يعني بخبرة رجب طيب أردوغان في السياسة أن يصل إلى مرحلة المراهقة السياسية وعدم مراعاة الألفاظ وعدم مراعاة المواقف السياسية لهذه الدرجة؟ يعني دعينا نشير إلى أنه رجب طيب أردوغان وتركيا أصيبت بانتكاستين في خلال السنوات الأخيرة ما بعد 2011. هم أصحاب، وأحمد أغلو وزير الخارجية كان صاحب فكرة تصفير المشاكل، وبالفعل سعت تركيا إلى إنهاء مشاكلها مع كل دول الجيران. كانت لديها على سبيل المثال علاقات جيدة مع إيران مثلا، على سبيل المثال علاقات قوية مع سوريا، رغم أنه وصلت في فترة من الفترات، وما زلت أتذكر هذا، فترة من الفترات إلى المواجهات العسكرية، ولولا تدخل مصر في عهد مبارك الذي لعب دورا للوساطة بين الطرفين وأنهت التوتر، كانت هناك رغبة في تصفير المشاكل مع كل الدول العربية. ولكن يعني الانتكاسات التي واجهت هذه السياسة يعني تمثلت في 3 أشياء. كانت هناك علاقات استثمارات مرعبة وقوية وبالمليارات مع دولة مثل ليبيا. عندما بدأت الأزمة في ليبيا كانت تركيا أحد الأركان الأساسية في الناتو التي ساهمت في التدخل العسكري من الناتو ضد ليبيا. كانت هذه انتكاسة لأنه دخلت طرف في أزمة من أزمات المنطقة. أول حاجة في سوريا على سبيل المثال كان طرفا مهما، ومنذ البداية عندما استشعر بأن نظام الأسد قد يناله ما نال الأنظمة الأخرى بعد ربيع الثورات العربية، انقلب على علاقاته الأساسية، علاقاته الاستراتيجية مع جاره بشار الأسد. الانتكاسة الثالثة في مسألة سقوط حكم الإخوان هنا. فهذه الربكة يعني أنهت يعني مخططات ورؤى مستقبلية لتركيا ولرجب طيب أردوغان في أن يقود المنطقة ويقدم نفسه كما قلت الدولة النموذج أو الدولة القائد في المنطقة. هل عقد مجموعة من اجتماعات التنظيم الدولي للإخوان بتركيا إعلانا لجعل تركيا إمارة للتنظيم الدولي؟ لا طبعا لأنه يعني حسب التسريبات، وهذه ليست معلومات مؤكدة على كل الأحوال، يعني ظهرت في الإعلام المصري، مش موثقة بالمرة. لا، ظهرت في الإعلام المصري دون أن يكون هناك دلائل أو قرائن تصدر يعني يصدرها يعني مؤسسة رسمية. هذه تسريبات. بالإضافة لأنه لو حضرتك تابعت هذه التسريبات لم يقتصر عقدها على تركيا فقط، ولكن ذكر أنها في فترة من الفترات في باكستان، وذكر مرة أخرى أنها في قطر. أنا أعتقد أنها جزء من الحملات الإعلامية بين البلدين، لأنه مسألة استضافة مثل هذه الاجتماعات تمثل عمل عدائي بالنسبة للدولة المصرية، وقد لا تصل الأمور إلى ذلك. حزب العدالة والتنمية في تركيا تعرض لمحاولات إقصاء من تجاه الجيش التركي أكثر من 3 مرات تقريبا. صحيح. هل ده يعتبر أو يعتد به شكل من أشكال الرد الفعل الطبيعي للعداء للقوات المسلحة المصرية؟ يفسر يعني أحد الأسباب والعوامل التي يتم بها تفسير حقيقة الموقف التركي مما حدث في مصر. كما قلت لحضرتك هناك حساسية شديدة لدى الطبقة الحاكمة في تركيا حتى على مستوى أحزاب المعارضة، واستمر وهذا هو الذكاء الذي يحسب لأردوغان رغم أنه لم ينفذه مع مصر. استمر دور الجيش التركي عاملا رئيسيا وأساسيا في المعادلة الحاكمة في تركيا والتأثير على الحياة السياسية منذ 2002 عندما تولى حزبه السلطة حتى 2013
عندما استطاع خلال الأشهر الماضية أفتكر في مايو أو كده تعديل المادة 35 من الدستور التركي الذي كانت تمنح للجيش التركي دورا تمنح الجيش التركي دورا سياسيا. أنهى هذه العمل بهذه المادة وابتعد الجيش التركي تماما عن الحياة السياسية بانتزاع هذه المادة أو بإلغائها. فأحد أبعده عن الصورة بالضبط. أحد أسباب تلك التصريحات العدائية قد نفسرها في الرؤية التركية للواقع التركي وليس للواقع المصري. دايما بنقول التاريخ بيعيد نفسه. مشهد طرد السفير التركي من القاهرة بيماثله مشهد طرد السفير التركي من القاهرة أيام جمال عبد الناصر. صحيح. هل في تماثل في الموقفين من وجهة نظرك؟ يعني بقول لحضرتك هي مسألة طرد الخبراء، هو طبعا في تماثل سبب صغير، لأنه عندما يتم الوصول بالعلاقات إلى درجة التأزم فهي هذه أحد الأشكال التي يتم التعبير بها عن الأزمة دون أن تصل إلى مرحلة قطع العلاقات. لأنه في نهاية الأمر أردنا أم لم نرد هناك من يؤكد أن تركيا ومصر مثل شطري التفاحة شطري التفاحة على شاطئ البحر المتوسط. أنت على علاقة تاريخية مع تركيا، علاقات في تماثل ما بين طبيعة الشعب المصري وطبيعة الشعب التركي. الأنظمة تذهب ولكن الشعوب تبقى. وظني انه البراغماتيه التركيه واقعيه السياسه التركيه ستجعل كلما استقرت الامور في مصر كلما دعت القياده التركيه الى اعاده تقييم الوضع في مصر والاستجابه الى لغه المصالح في محاوله استعاده العلاقات الطبيعيه مع مصر. وظني انه الاتراك سيكون هم البادئين في مساله محاوله استعاده دورهم، لانه في نهايه الامر هم يدركون وزن مصر الاستراتيجي الذي اذا ظل مناوئا لتركيا فسيضر بمصالحهم، انما اذا دخل في مرحله التنسيق بعيدا حتى عن التحالف فهو يفيد النظام التركي. النظام التركي يستفيد كثيرا من علاقاته الطبيعيه مع مصر، باعتبار ان مصر مدخلا مهمة مثلا للعلاقات التركية الأفريقية، وقد شهدت نوع من أنواع النمو في الآونة الأخيرة. العلاقات المصرية التركية قد تكون أحد الجسور التي يمتد بها الأتراك إلى دول الخليج، ويتم تمتين العلاقات ما بين تركيا ودول الخليج. هم يدركون في نهاية الأمر وزن مصر الاستراتيجي. فأعتقد إنه كلما تحسنت الأوضاع كلما تم فرض أمر واقع ستتحسن العلاقات ما بين البلدين. وظني أن الأتراك في انتظار انتهاء المرحلة الانتقالية وفي انتظار نتائج الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية، ويومها سيتم إعادة تقييم الأوضاع والعودة مرة أخرى إلى إيجاد وسائل لاستعادة العلاقات الطبيعية ما بين مصر وأنقرة. ولكن بالرغم من تشابه الموقف التركي من الموقف الأمريكي في الفترة التالية ل 30 يونيو، إلا أن الموقف الأمريكي يتغير شيئا فشيئا عن طريق الإعراب والإفصاح من الإدارة الأمريكية والحكومة الأمريكية لموالاتها للنظام المصري ودعمها لخارطة الطريق أيضا. ولكن لم يتغير الموقف التركي. بماذا تفسر؟ لا، هو الغموض يتسع، يمكن في تشابه في الحرص على الغموض في الموقفين. على سبيل المثال إذا بدأنا بالموقف التركي في نفس الوقت الذي كان يتم فيه تأزيم العلاقات بين البلدين، حرص عبد الله جول على أن يكون بينه وما بين رجب طيب أردوغان مسافة. التقى بالسفير المصري قبل قطع العلاقات منذ أشهر، التقى بالسفير المصري عندما تم سحبه للتشاور قبل أن يعود إلى القاهرة، وأكد له حرصه على استمرار العلاقات. عندما تم سحب السفيرين ظهرت تصريحات إلى حد ما أكثر مرونة وأكثر واقعية من عبد الله جول، على عكس احنا دايما بناخد التمثيل الرسمي من رجب طيب أردوغان. مش عارفة السبب صغير ده صحيح اللي حضرتك بتقوليه. ففي النهاية رغم وأنا على يقين بهذا نظر، لأنه الرئيس هناك قد يكون له منصب شرفي. بالضبط، منصب شرفي. إنما ده بالنسبة إذا هناك خط رجع يمثله عبد الله جول وهو الرئيس، بالإضافة إلى التلازم ما بين الشخصين
على مدى تاريخهم النضالي، لأنه بيتبادلوا حتى بيتبادلوا مناصب. يعني هناك علاقة وثيقة ما بين الشخصين على مدى تاريخهم النضالي في تركيا. على المستوى الأمريكي على نفس المستوى هناك على الموقف الأمريكي هناك تباين ذكرته ما بين الخارجية ووزارة الدفاع وما بين تصريحات الكونجرس الذي سعى إلى تأجيل أو تجميد بعض المساعدات، والتصريحات التي تخرج من سوزان رايس مسؤولة الأمن القومي، مستشارة الأمن القومي للرئيس، ومن بعض المتحدثين باسم البيت الأبيض ينتقدوا بعض الأوضاع، وآخرها ما ذكر عن قانون تنظيم التظاهر السلمي. إذن هناك تماسك بين الاثنين في محاولة إضفاء بعض الغموض على المواقف السياسية تجاه ما يحدث في مصر. وظني أنه هذا هو قدر مصر، قدر الكبار. يعني مصر دولة كبيرة جدا، ما يحدث فيها يؤثر على مجمل الأوضاع في المنطقة. من الضروري أن يكون هناك توجه واختلاف وتباين في تقييم ما يحدث، بدليل أن هناك اهتمام الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال، أنت ليست دولة صغيرة وليست من جمهوريات الموز، الاتحاد الأوروبي مهتم بالوضع في مصر، أمريكا، تركيا، كل دول العالم. روسيا تحاول استعادة نفوذها مرة أخرى في المنطقة من خلال البوابة المصرية استثمارا للأزمة العلاقات المصرية الأمريكية. يعني فهناك إلى حد ما تشابه في الموقف التركي والموقف الأمريكي مما ولكن حضرتك ذكرت في وسط الكلام دلوقتي أن تركيا تنتظر نتيجة الانتخابات البرلمانية لكي تحدد شكل العلاقات بينها وبين مصر في الفترة القادمة. يعني احنا اعتقدنا كشعب، يعني ملناش في تبحر السياسة قوي، ان تركيا منتظرة تحديد شخصية الرئيس القادم. حضرتك قلت الانتخابات البرلمانية، لا، ايه الفرق بينهم؟ لا، والانتخابات الرئاسية. يعني انا اتكلمت على انتهاء المرحلة الانتقالية، والمرحلة الانتقالية ستنتهي بالانتخابات الرئاسية وبالانتخابات البرلمانية، لأنه سيحدد شكل النظام السياسي في مصر. وفي نهاية الأمر الواقع هو الذي يفرض نفسه. لغة المصالح هي تعلو على لغة المبادئ. المبادئ جميلة جدا. هم ما راعوش المصالح خالص. وده المستغرب في التصريحات الفجة. ما هو المصالح في نهاية الأمر، يعني لو شفت حضرتك التصريحات التي ظهرت حتى من كبار المستثمرين الأتراك ومن بعض المستثمرين المصريين أكدوا على استمرار الاستثمارات. أنت تتحدثي وده حقيقة هناك استثمارات تركية بالمليارات موجودة في مصر، يعني فيها أكثر من 150 ألف عامل مصري. ده عامل مهم لابد أن ولكن التدخل السياسي شيء آخر بالنسبة له. هناك يعني لغة المصالح هي التي ستفرض نفسها في نهاية الأمر، والقبول بالأمر الواقع نظر لأنه ما يحدث في مصر هو خيار مصري، خيار الشعب المصري. مهما أراد الآخرين، مهما كانت توجهات الآخرين، من يحدد الوضع في مصر والشعب المصري، وليست أي عاصمة من عواصم العالم، أنقرة أو اسطنبول أو واشنطن أو أي من دول العالم. مستقبل الإخوان المسلمين في تركيا أو حزب العدالة والتنمية من وجهة نظرك إيه؟ لا، يعني للأمانة يعني أنا من الذين يتعاملون مع الأمور بواقعية. كما أشرت، هو عنده تجربة غاية في الأهمية على المستوى التركي. يعني ايه؟ والغريب في الامر انه حتى جماعه الاخوان المسلمين في مصر لم يتمثلوا بالنموذج التركي. النموذج التركي عندما لم يبدا بالرئاسه، ولكنه بدا بالبلديات، فازوا بالبلديات، انجزوا انجازا مهما في البلديات، اهلتهم يعني رجب طيب أردوغان كان محافظا للعاصمه، وحول العاصمه الى جنه مما ساعدوا على فوز حزب بالانتخابات. بس يعني معظم الآراء بتقول انه شعبية حزب العدالة والتنمية في تقلص او في انهيار بعد مظاهرات تكسيم. يعني المعيار في هذا ليست آرائنا ولا يتم من تسريبات. دعينا ننتظر الانتخابات البلدية القادمة خلال الأشهر القادمة في تركيا لنرى هل هذا حقيقي أم لا. بعيدا عن هل سيصمد الحزب هل صدمه. يعني الحزب استطاع خلق طبقات من الشعب المصري، من الشعب التركي، تدافع عن وجوده نظرا لأنه حقق لها. والغريب ان الحزب ده عمل شكل من أشكال التوازن، وما أظهرش شكل من أشكال التحزب أو الطبقة الدينية زي ما عمل حزب الحرية والعدالة في مصر. ومع ذلك هم من أنصار حزب الحرية والعدالة في مصر ولم ينصحوه بإحداث توازن كما أحدثوه في لا، النصيحة كانت موجودة نظر لأنه التعاون بين الحزبين في فترة السنة من
حكم الدكتور مرسي كان هناك تعاون رهيب ما بين الحزبين وتبادل للخبرات، يعني نقلت خبرات حزب العدالة التنمية والعدالة في تركيا إلى النموذج المصري، ولكن لم يستفيد منها مش بشكل كامل. لا، لم يستفيد منها، بالإضافة لأنه كان يعني دخل. أعتقد أنهم أخذوا الهيكل التنظيمي فقط دون لا، الإدارة الجيدة. ده هم دخلوا وسيط كمان، يعني نظر لأنه كان أردوغان حريصا على متابعة الوضع في مصر، لدرجة أنه عين مبعوثا خاصا يتلقى منه تقرير أسبوعي عن الأحداث في مصر، واعتمد عليه في أنه في 30/6 لن يكون هناك حشود، وأن النظام في مصر مستقر. وللأسف الشديد واعتمد أيضا على تقارير السفير التركي في مصر، وكان له بس لو كان في تقارير ما كانش قال أنا بحسد الشعب المصري على وجود دكتور محمد مرسي. لا، ما أنا بقول لحضرتك التقارير ده كانت بتأكد على أنه لن يكون هناك حشود في 30 يونيو، وأن نظام الإخوان المسلمين قوي فكانت كلها للأسف الشديد يعني لم تكن دقيقة، وحدث ما حدث على خلاف كل ما توقعه الأتراك. في جميع الأحوال بنتمنى تغيير الآراء للمسار الصحيح والسليم والواقع الحقيقي، وتحسن العلاقات على جميع الأصعدة. أكيد، يعني زي ما بقول لحضرتك المصالح ستعلو على المبادئ إذا كان هناك بالبلدي بنقولها المصالح بتتصالح. صحيح، المصالح بتتصالح. أنا طبعا بشكرك على وجودك معانا، نورتنا. شكرا. وكان معانا على الهواء مباشرة الأستاذ أسامة عجاج مدير تحرير جريدة الأخبار، وقال لنا جملة مهمة جدا أعتقد أن هي الخلاصة من هذه الفقرة: تذهب الأنظمة وتبقى الشعوب. لسه فقراتنا معاكم مستمرة مع أدب بعد الفاصل، خليكم معنا.